تدخل العرس والمخزنين كلهم جهال. الفترة هذه عطلة، كلهم جهال، رابع خامس سادس أول إعدادي ثاني إعدادي، كلهم بلقات بالشيشة بالشقارة بالببس بقوة جبل أشبه. يعني الآباء وصلوا لهذه الدرجة والأمهات إنه يعني عادي جهالكم يخزنوه. والله بندخل أعراس تخيلوا أقسم بالله نلقى من 10 من 20 من 30 موزع الكل مخزنين. ليش بتعلموا الجهال من هذا السن يخزن؟ وبعدين لما يكبر يرجع يبيع لذات البيت ويبيع على الدنيا وما فيها على ما يخزن. وعاد وكل هذا بعض الآباء يصير ابنه في طرف القاعة مش مخزن، تعال تعال خزن قاع رجال حوله ويزيد يدي له قات. تقوى الله يا جماعة الخير. هذا في يوم من الأيام هذا الولد يرجع يضرك، والله لا يرجع يضرك ويرجع يبيع ما فوقه وما تحته. كلكم عاد بعض الأسر الذي يخرجوا يدوا الجهال والعيال والبنات الصغار كلهم يلا شيشوا خزنوا عادي عادي. عطلة عطلة. طيب الولد عيتولع، الولد عاي شوية 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 ويشتي يخزن، يشتي يطرح مع أصحابه. هذا كله كوم والذي يجلسوا في القاعة للساعة 12 للساعة 1 سامر بين الناس. اضبطوا جهالكم في هذا السن، اتقوا الله، اتقوا الله في جهالكم.